تعالوا نشوف النهاردة ازاي عملت المنظم القمر ده وكمان من كرتونة قديمة. الكرتونة بتاعتكم لو زي دي كده او ليها اي جوانب كبيرة ممكن نقصها الاول. انا هقص بس القطعة الكبيرة دي وهسيب الجنبين الصغيرين بس، طبعا ما نرميش الجنب اللي احنا قصيناه ده، هنشيله عشان نكمل بيه الفكرة. بالنسبة بقى للجناب الصغيرة دي هحط عليها شمع وهلزقها كده لجوه عشان اقوي بيها الكرتونة شوية. بعد كده هنجيب خافض اللسان، ده بيتباع في الصيدليات وكمان في المكاتب الكبيرة، ودي بقى سعرها مش غالي وكمان هتنقل لكم المنظم في حتة تانية خالص. هبدأ اخد كده مقاس الكرتونة بعدين نقص الزيادة. انا عندي المقص ده بيسهل عليا، بس دي تتقص برضو بالمقص العادي. والقطعة اللي احنا قصيناها دي هناخدها ونحطها على باقي الخشب، وهناخد المقاس كده يعني واحنا ماسكينهم فوق بعض ونقص على طول، مش هتاخد منكم اي وقت. جهزت مجموعة كده وقصيتهم بالمقاس المظبوط. نجيب بقى الكرتونة بتاعتنا ونبدأ نحط عليها شمع ونلزق الخشب كده جنب بعض. بخلي الجزء المتساوي ده من تحت والمدور ده من فوق. ولو اتبقى معاكم كده في اخر الكرتونة جزء مش عارفين تحطوا فيه خافض اللسان ولقيتوه عريض شوية، فممكن تقصوه كده بالقطر وتظبطوا مقاسه بكل سهولة. هكمل بقى باقي الكرتونة كلها بنفس النظام ده. جبت بقى اللون الجامد جدا ده، اسمه صبغة أسطر. بيتجاب من عند محلات الحدائد والبويات، وفي منه عبوات صغيرة وكبيرة، وده كده جزء صغير جدا من العبوة الصغيرة، وكمان بيتخفى بالمية فمش هتخلص منكم بسهولة كده العلبة، وهتعملوا منها أفكار كتير. ممكن برضو تسيبوها كده ما تدهنوهاش أي حاجة يعني، بس هو اللون بصراحة جميل. هسيبها بقى تنشف، مش بتاخد وقت خالص على ما نعمل الخطوة اللي بعد كده. ده جنب الكرتون اللي احنا قصناه في اول الفيديو، وهقص منه الحتة الزيادة دي بس، وكمان هصغره شوية صغيرين قوي عشان ده كان الغطا، وانا المرة دي مش هستخدمه كغطا يعني ولا حاجة، انا عايز ادخله جوه العلبة فلازم يبقى اصغر من الحجم بتاعه. غلفوه بقى باي نوع قماش متوفر عندكم. في غلطة بسيطة هنا كده بس عايزاكم تاخدوا بالكم منها، لما تيجوا تغلفوا الكرتونة حطوا القماش على الناحية السادة من الكرتون مش الناحية اللي عليها كتابة، عشان انا عملت العكس وبعد ما خلصت حسيت ان القماش شفاف شوية والكتابة باينة، فحبيت اقولكم عشان تاخدوا بالكم ما تعملوش زيي. كده خلصنا تغليف وكمان الكرتونة بتاعتنا نشفت. نجيب بقى القماش اللي هنغلف بيه من جوه ونقصه اطول من الكرتونة كده شوية، يعني بحوالي 6 سنتي. نحط خط من الشمع كده على الكرتونة من فوق ونبدأ نلزق عليها القماش بتاعنا. حاولوا وانتوا بتحطوا الشمع كده تكونوا ماشيين على خط متساوي، وكمان لو سايبين مسافة كده من فوق يعني حوالي 1 أو 2 سنتي وبعدين بادئين تحطوا شمع، فحاولوا تحافظوا على نفس المسافة دي وانتوا بتلزقوا باقي جوانب الكرتونة عشان ده هيأثر على الشكل. ركزوا بقى في تقفيل الجزء الاخير ده. قبل ما نقفل الجزء ده لازم نعمل الخطوة دي الاول. هنحط شمع كده على الجزء الاولاني اللي احنا لزقناه ونتني حتة صغيرة قوي كده لورا عشان حرف القماش يبقى شكله نضيف وكمان ما ينسلش. وبعدين نحط عليه شمع كده ونلزق بقى الجنب ده. لو في قماش زيادة كده ممكن نقصه. بعدين هنقلب القماشة كده وندخلها جوه الكرتونة. بصوا بقى شكلها من بره كده والتقفيل بتاعها حلو ازاي. مش محتاجين نحط عليها اي حاجة عشان نداري عيوب التقفيل، بس انا في الاخر برضو هحط شريط كده للتزيين، فلو ما عندكمش اي شريط تزينوا بيه ممكن تعملوا الطريقة دي، هيبقى شكلها حلو برضو حتى لو من غير اضافات. هبدأ بقى احط شمع تحت القماشة كده واشدها واظبطها كده على قد ما اقدر والزقها. هعمل كده في كل الجوانب.
وبعد ما نخلص نحط كده شمع في ارضية الكرتونة كلها، وبعدين نجيب القطعة اللي احنا غلفناها مع بعض اللي هي كانت الغطا ونلزقها كده في النص، وكده يبقى كله تمام. مش عارفة انتم ملاحظين ان الكلام اللي بالاسود باين زي ما انا ملاحظة ولا لا؟ وكمان قلبت الكرتونة كده وحطيت عليها شمع، وكنت قصة كرتونة على قدها بالظبط وغلفتها بنفس الطريقة اللي وريتها لكم، وهلزقها برضو كده. وبس كده، اللي جاي كله اضافات وحسب المتوفر عندكم. انا حبيت اداري الجزء ده كده، كان عندي خيط خيش او حبل خيش يعني، فحطيته في الجزء ده، كان شكله حلو قوي. وكمان من فوق كده حطيت شمع علشان ألزق الشريط القمر ده، غير قوي شكل البوكس او الكرتونة دي يعني، خلاها تحفة ورقيقة قوي. استخدموا بقى اللي متوفر عندكم يعني. لو واخدين بالكم انا حتى اللي انا لزقته من فوق ده كان عريض شوية، ما كانش مناسب خالص مع حجم الكرتونة دي، بس انا تنيته بالنص وانا بلزقه وطلع تحفة برضو يعني، فاتصرفوا بقى. واخر حاجة بقى لزقت الفيونكة الكيوتة دي. وبس كده خلصنا منظم القمر بتاعنا، شكله تحفة وما خدش مني اي وقت خالص، وبجد النتيجة تستاهل تجربوه. متنسوش بقى تكتبولي رأيكم في الكومنتس، وكمان اكتبولي لو تحبوا نعمل فيديوهات من دي اكتر ولا لا.